حاجة تانية حبيت اقولها لكم قبل ما امشي، هو ستوجر ايرجان. البندقية ستوجر برضو لسه جايه لنا ايطاليا حديثة، مع انها اصلا التصميم ايطالي والانتاج صيني، ولكن طبعا الماركاتو امريكانو، الماركاتو الامريكي كان اكثر استيعاب من السوق الايطالي بالذات في البندقية ستوجر. ستوجر زي ما احنا شايفين موديلاتها كتيرة، يمكن بتبتدي بالاس 5 اس 10 اس 15 اس 20. اس 20 في منها 2 موديل، بالدبشك الخشبي والدبشك البلاستيكي. طبعا البندقية زي ما احنا شايفين طول السبطانة بتاعتها حوالي 43 سنتي، البندقية كلها 107 سنتي. بندقية من اللي احنا بنقول عليها هنا في ايطاليا بندقية التا بوتنتي، او بندقية فعلا قوية تتعد من البنادق الهاي باور. التجربة الفعلية للبندقية لسه ما شفناهاش. النشالات الفسفورية يقرب لنا بالكاميرا شوية. طريقة القفل على اللسان عادي جدا، والزناد طبعا أكثر راحة. نظام التعليق نظام تعليق ويبلي خلفي. زي ما احنا قلنا الستايل كله بتاع البندقية هو ستايل ايطالي. الايدي هي ايدي الصينية. السعر برضو مع المنظار بتاع ستوجر الجديد 3-9 في 40 بيوصل لحد 300 ياردة، نازل مع الكماليات بتاع البندقية، بيعمل حوالي 290 يورو. طبعا لو الاعضاء جولدن هانتر هيبقى 260 يورو. لسه ما شفناش التجربة الفعلية، وفي يوم جديد وسلاح جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.